هو بكل بساطة لو لوك الجديد مرتبط بالعمل الجديد ديال درب الحمام، اللي كنوجدوا فيه يعني كنوجدوا فيه عمل تلفزيوني جديد لفائدة القناة الأولى رمضان. فلو لوك بالشنب وهذه الطريقة التحسينة ديال الكويبة ديال الشعر، فماشي ديالي، ماشي ديال سين أحجام، ديال شخصية جديدة غنمثلها إن شاء الله في رمضان. كنخوض واحد التجربة ديال المسلسل من نوع الدراما التلفزيونية لفائدة القناة الأولى من إنتاج شركة أغلال، وكنمثل دور جديد، الدور ديال سليمان. هذا الدور في الحقيقة غادي يكون مفاجأة للجمهور المغربي، لأن ما عمرو شافني في هذاك لو ستيل، ولا بغينا نقولوا في هذاك الروجيستر. دور ما سبقليش نهائيا كممثل أنني أديت بهذيك الطريقة. كانوا اقتراحات شحال من مره باش انني نقدم برامج او لا سهرات او لا الى اخره، ولكن لا ارى انني مؤهل باش انني نكون منشط تلفزيوني او مذيع. حتى شي اشكال، بالعكس هي راه لحد الان عندها 5 سنوات وتهتم بالمسرح وتهتم بالفن التشكيلي وتهتم يعني مجموعه من الامور اللي متعلق، يعني كيعجبها الفن بصفه عامه، بالاضافه طبعا الدراسه اللي ضروريه. فانا ما عندي حتى شي حكم قيمه على الميدان الفني. ملي كنت انا نائب برلماني يشرفني انني قدمت واحد المبادره تشريعيه اللي فيها مجموعه من الاشياء اللي متعلقه بضمان حقوق الفنان، لا من الناحيه الصحيه، لا من الناحيه الاجتماعيه، لا من الناحيه القانونيه. والان بدا كيبان الثمار ديال هذا القانون من خلال المبادره ديال الوزير الحالي مشكورا الاستاذ محمد الأعراج وزير الثقافه والاتصال. قام اول ما عمل بتنزيل المقتضيات ديال هذا القانون الفنان والمهن الفنيه رقم 68/16. بدا ببطاقه الفنان، وهذه بطاقه الفنان ما غتبقاش عندها داك يعني الجانب الرمزي فقط، غيكون عندها مدخل، غتكون مدخل اساسي للحمايه الاجتماعيه. فهو خرج حاليا او نقولوا طرح النقاش مرسوم تنظيمي ديال الحمايه الاجتماعيه، راه كاين دابا الان كيناقشوه يعني المنظمات المهنيه. فهذا غادي يكون اول سيستم ولا نظام ديال الحمايه الاجتماعيه ديال الفنان في المغرب. غادي يكونوا اقتطاعات من منبع في من العقود، يعني عباره عن تعاضد. انا خدام اليوم ما خدامش هذاك الفنان، دونك يقدر يكون عنده واحد يعني تعويض على العطاله الفنيه. كذلك حتى التعاضد ديال الوطنيه الفنانين مؤخرا انتهجت واحد سياسه جديده، بحيث انها ولات كتفاعل اكثر مع الدوسيات ديال لي زارتيست. ثم كاين مرسوم حاليا يناقش ديال الحد الادنى ديال الاجور. غادي يولي الفنانين في مختلف المهن ديالهم، سواء كان موسيقي ولا ممثل، غادي يكون كاين واحد المنطق ديال سلم الاجور. يعني غادي يكون الفنان عنده عارف شحال كيتخلص. هذا الشيء طبعا في الحق الفني ماشي كلشي كيتعرض لهذا التهميش والابتزاز، ولكن لضمان ان الفنان يشتغل في ظروف حسنه. بالفعل تم انتخابي مؤخرا كرئيس جمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ليزاداك، وهي جمعية وطنية وازنة في المشهد الثقافي الفني، وكانت لعبات ديجا أدوار كبيرة في الفترة اللي ترأستها الفنانة لطيفة أحرار، بحيث أن الجمعية ديال أليزاداك كانت من الجمعيات
الهامة والبارزة اللي ناقشت الدستورية 2011، ثم من الجمعية من الجمعيات أو من المنظمات اللي ساهمت بقوة في قانون الفنان والمهن الفنية. مؤخرا تقريبا هذه شي شهرين تم انتخابي كرئيس على رأس هذه الجمعية بمعيتي مكتب فيه مجموعة من الأعضاء الفاعلين في المجال الفني. حتى الساعة عملنا بزاف الأمور، منها أننا كنا كطرف في مشاورات حول قانون منظم الصناعة السينمائية في المغرب، والقانون لإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي أيضا. وحنا حاليا كان يعني يمكن نقولوا حنا استطعنا في هذا الظرف الوجيز نكونوا واحد شراكه مع وزاره الثقافه والاتصال فيما يخص السياسه العموميه في المجال الفني. وحنا طبعا الهدف ديالنا هو عقلنه المجال الفني من حيث المهنيه، من حيث ان الجانب الاكاديمي يكون حاضر في ليميتي داغ، يعني يكون الجانب التكوين، كندافعوا على التكوين انه يكون في المجال الفني، سواء التكوين المستمر ولا التكوين يعني المحدود المدى. عندنا مشاريع كثيره في المستقبل. حاليا حنايا نودي علينا باش نكونوا كجمعيه في عضويه ديال لجنه بطاقه الفنان، وهي زعما واحد المرتبه مهمه، واحد الموقع مهم جدا، ونسعى مستقبلا باش يكون عندنا ادوار كبيره في المجال الفني. الكلمه اللي يمكن نقدم الى جمهور مجله ياقوت هو انني نتمنى انني نكون دائما عند حسن الظن، ونقدم اعمال فنيه اللي تروق الاعجاب ديالكم، وهنيئا لكم بهذه المجله اللي كنتمنى لها كل استمراريه والنجاح مستقبلا ان شاء الله.